لو كنت الواد طلع محمد صلاح. ما هو يطلع محمد صلاح ازاي وهو مش عارف هو عايز يبقى ايه؟ 100%. اشتغل اول ما تلاقي شغل. لو تعرف تشتغل وانت في ثانوي اشتغل اول ما تلاقي شغل اشتغل. لان الميزه في الشغل، ودي الحاجه اللي للاسف سيستم التعليم والثقافه الجديده والعالم الجديد اللي احنا عايشين فيه خدها مننا، ان الناس زمان، العيال الصغيره زمان كانوا بينزلوا يشتغلوا في الغيط عادي جدا. باباك سباك بتروح تشتغل معاه، سقه بتروح تعمل مع ايا كانت الشغلانه، بيزرع بينحت بيحفر، ايا كانت الشغلانه كان بينزل يشتغل معاه. ده بيديله اكتر من حاجه. اولا بيتعرف على الناس بشكل مختلف في بيئه مختلفه غير بيئه اللعب والبيت والمدرسه والقرايب والصحاب والكلام ده. تاني حاجه بيديله خبره حياتيه. دلوقتي انا شغال وحصل كارثه، الناس بتتعامل ازاي، الكبار في المشاكل بيتعاملوا ازاي. ده مهم جدا انك تشوفه. ده مش هيشوفه غير لو نزل يشتغل. لان لما بيشوف في البيت بيتعامل على ان بابا في البيت او ماما في البيت او الكبير، فاهم؟ يخليك تعرف انت عايز تعمل ايه ومش عايز تعمل ايه. انا دلوقتي هعرف منين ان انا بحب العب كرة قدم لو انا ما طلعتش لعيب كورة؟ انت بتفضل عايش زي 180 مليون بني ادم مصري عادي جدا، انا مش عارف احنا 100 وكام مليون، بس زي كل المصريين عايشين على حلم. يا لو كنت الواد طلع محمد صلاح. ما هو يطلع محمد صلاح ازاي وهو مش عارف هو عايز يبقى ايه؟ محمد صلاح كان واخد قرار. في ناس كده ربنا بيكرمها الهام بينزل عليها كده، هو الباشن بتاعه وشغفه بيبقى طريقه في الحياه، بيفضل وراه وربنا بيكرمه وبيوسع له الطرق. اختباراته في حته تانية، ربنا بيختبره في حاجات تانية. ما تفتكرش ان ده ما عندوش اختبار، لان كل حاجه بتاخدها في حياتك رزق، وكل رزق معاه اختبار.